صلوا بينا على النبي. الجو التلج اللي احنا فيه ده ما يحلوش غير طاجن ورق عنب بالكوارع. بس مين بقى اللي بيعمل احسن طاجن ورق عنب بالكوارع في اسكندريه؟ جبنا 5 طواجن ورق عنب بالكوارع من اشهر 5 بيعملوا. الغريب بقى ان في فرق في السعر كبير ما بينهم. كبابجي الواحد، حسني، ملك السمان، تبارك فر، الحاج انور مسعود. ملك السمان سعر الطاجن عند ملك السمان 275 جنيه. مدينا شوك ولا حاجه معاه. الكميه حلوه، كميه ورق عنب كبيره طبعا. عجبني قوي ان الورق العنب والكوارع الاتنين متخلطين على بعض، متساويين في بعض. ورق العنب يبقى شارب شوربه الكوارع وشارب الكوارع. حلو. ورق العنب مش اقوى حاجه بس الكوارع نضيفه. الكوارع متقطعه في وسط البصل مش باينه بس بصل كتير قوي. اللي بعده كبابجي الوحش، نفس سعر ملك السمان بالظبط. الوحش عجبنا قوي برضو ان هم متقلبين في بعض، ريحتها مختلفه، ما فيهاش بصل كتير، قطع الكوارع فيها باينه. اوبا، ممتاز 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 ممتاز. في سنه حميان بعيده قوي 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 مخليه حرش. ورق العنب مظبوط، كوارع نضيفه، تتبيلتها حلوه، كلها غرقانه في بعض. حجم الكوارع وكميتها حلوين ولا غلط. تبارك فر. هنا مخلل وعيش، والطاجن دول ب 300 جنيه. عيش طازه متغلف تغليفه حلو، مخلل وطحينه وجبنه قديمه. والطاجن ورق العنب مش باين من كتر ما هو متخلط مع الكوارع والشوربه. كميه كوارع فيهم يا باشا. ورق العنب مهري، بص المنظر. دي وهم حته تانية غير التانيين، ده قسم لي قلبي وبقى نصين ولا ربع غلط. تاهل كل جنيه بيتدفع فيه. اللي بعد كده حسني، سعر 250 جنيه. على الدلع، خلل وسلطه وطحين، كفر بمنديل. اول مره حد يدينا منديل. منظره شاعري. لقيت ورق عنب حلوه بس الورق العنب والكوارع مش متقلبين في بعض. ده اللي انا قلته، فاهم؟ اول حاجه حسيت بيها في بقي طعم الفلفل الالوان. ورق العنب طعمه لا يصل الا هو بالكوارع. اخر واحد الحاج انور مسعود. الطاجن ده ب 180 من غير توصيل و25 جنيه توصيل، بقى ب 250. مدينا طحينه والله. لا بس صغير، شكله حلو قوي رغم ان هو اصغرهم بس شكله حلو. يقلب. ورق العنب تقريبا كله قريب من بعض. ده الورق العنب برده طبعا مش متخلط ولا اي حاجه، وده محطوط جواه الكوارع صحيحه. دي انضف شكل كوارع شفناها فيهم كلهم. حاطين حتى الصلصه فوق الوش بس وانت قلب. عارفه لو دول متقلبين مع بعض الموضوع كان هيفرق جامد قوي. كاوفرول الطبق انا احبه يبقى متقلب برده على بعض. يا جماعه احنا اكلنا وخلصنا اكل، دلوقتي بقى لكم الترتيب وده بناء على ذوقي الشخصي. ممكن انت يبقى ليك ترتيب تاني عادي جدا، ممكن انت ليك حد بتجيب منه، حد تحت البيت عندك انت بتعمله في البيت احسن حاجه بتاعتك. قبل ما نحط اي ترتيب، انت لو دقت الخمسه كل واحد لوحده انت هتتبسط جدا، بس لما بيتحطوا بقى مع بعض الفروقات بتظهر. رقم 1 و2 بالنسبه لي بصراحه مش عارف احددهم قوي ما بين كبابجي الوحش وطبار. الاثنين بامانه كانوا تحفه، اضافه كوارع وتتبيله ومحشي ولا غلط. رقم 3 حسني كان ممتاز بس كان ناقص ان هم يتخلطوا على بعض، حرفيا كان هيفرق جامد قوي. رقم 4 الحاج انور، كوارع كانت نضيفه بس كان ناقصها شويه تتبيله، كان ناقصها برده ان هم يتخلطوا على بعض. اخر حاجه ملك السمان، بالنسبه لي هو شعبي، ممكن تتفق او تختلف معايا في المقارنه عادي، ده ذوق الشخص. بس كده، تعملوا لايك وشير كومنت والحاجات دي كلها. كان معاكم محمد احمد، سلام.